أغلبنا بيعتقد إن الأرض زمان ما كانش بيسكن فيها مخلوقات أبدا، وإن أول من سكنوا الأرض كانوا من بني البشر. لكن إحنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنعرفكم وبالدليل إن كان في مخلوقات غريبة فعلا بتسكن الأرض قبل البشر وكمان قبل الجن. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. ذكر العلامة ابن كثير في كتابه البداية والنهاية إن كان في مخلوقات غير آدمية كانت بتسكن الأرض قبل البشر، والمخلوقات دي هم الحن والبن. ولما حب ابن كثير إنه يوصفهم في كتابه البداية والنهاية قال عليهم إنهم مخلوقات ليسوا من البشر ولا من الجن، وخلقهم ربنا سبحانه وتعالى واستوطنوا الأرض قبلهم، وبدأوا بقتل بعضهم وارتكاب المعاصي وسفك الدماء وعصيان ربنا، فسلط ربنا سبحانه وتعالى عليهم الجن فقتلوهم وشردوهم. وده بعد ما قامت معركة كبيرة جدا بين الحن والبن من جهة وبين الجن من جهة تانية، وانتهت المعركة بانتصار الجن على الحن والبن. ومن ساعتها والمخلوقات دي اختفت من على الأرض تماما، ومحدش عارف إذا كانت تمت إبادتها نهائيا فعلا ولا هربوا واستخبوا في مكان تاني. والبعض بيقول إن يأجوج ومأجوج هم نفسهم الحن والبن، وإنهم هربوا لجبال القوقاز بعد خسارتهم للمعركة مع الجن. وبعد نزول البشر للأرض بدأوا يظهروا من تاني ويقوموا بفتك قبائل الإنس، لحد ما جه الملك الصالح ذو القرنين وحجزهم ورا السور اللي بناه من الحديد والنحاس. وطبعا من علامات يوم القيامة إنهم هيخرجوا في آخر الزمان لنشر الفساد في الأرض مرة تانية. ومن الدلائل اللي استند ليها البعض على وجود مخلوقات قبل البشر الرواية القرآنية بخصوص وجود مخلوقات قبلنا، لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بإنه جاعل في الأرض خليفة. قالوا الملائكة عن سابق تجربة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، واتفق المفسرين على إنهم من الجن بدليل يسفك الدماء، فهل الجن دماء؟ ومن الناس اللي اتكلمت برضو عن وجود مخلوقات غير آدمية سبقت خلق الله لآدم كان المؤرخ المسعودي، وده كان في كتابه تاريخ الأمم، لما قال إن في 28 أمة على خلق مختلفة خلقهم ربنا قبل آدم، وذكر منهم ذوات أجنحة وكلامهم كركعة، ما له أبدان كالأسود ورؤوس كالطير، ما يشبه نصف الإنسان بيد ورجل، وكلامهم مثل صياح الغرانيق، وغيرهم من الأمثلة كتير. ومن الدلائل اللي اتذكرت لوجود مخلوقات قبل آدم برضو هو وجود دليل مادي لوجود مخلوقات أشبه بالإنسان ليها دماء، وده لما اكتشف العلماء سنة 1994 عظام بالقرب من إحدى البحيرات بأثيوبيا بترجع أصولها ل4 مليون سنة. وفي شمال شرق سوريا اكتشفت بعثة يابانية 400 كهف قديم كانت بتستخدمها المخلوقات دي كمحطة مرور، وأظهرت الفحوصات إن تم نحتها صناعيا من قبل مخلوقات شبيهة بالإنسان، وإن سبب حفرها كان بغرض القتال والدفاع عن النفس. وكشفت البعثة إن المخلوقات دي كانت عنيفة جدا وشرسة، ودايما كان في بينهم حروب ومعارك. ومش بس كده، دول كانوا بيقوموا بأكل لحوم بعضهم البعض بعد القتال، وكانوا بيستخدموا الكهوف دي لإلقاء جثث الموتى والقتلى منهم. وبعد انتصار الجن على الحن والبن في المعركة الكبيرة استفرد الجن بالأرض وسكنوها لوحدهم، ودارت الأيام والشهور والسنين، وبدل ما يشكروا ربنا على النعم اللي أنعم عليهم بيها فسدوا في الأرض برضو وتقاتلوا زي ما عمل الحن والبن من قبلهم. فأمر ربنا سبحانه وتعالى جنوده من الملائكة بغزو الأرض وعقاب بني الجن على فسادهم، وقتلت الملائكة وشردت من الجن كتير جدا، وهرب الباقي من الجن واستخبى في الجزر والبحار وأعالي الجبال. وبنهاية المعركة وجدوا الملائكة صبي صغير من الجن أخدوه معاهم وطلعوا بيه للسماء، وتربى الصبي ما بينهم وكان بيقلدهم في التسبيح والعبادة لحد ما بقى أكتر الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، وأطلقت عليه الملائكة اسم عزازيل، وكان من أشرف الملائكة ومن رتبة أولي الأجنحة ال4. والصبي ده هو إبليس. وبعد سنين أخبر الله الملائكة إنه هيخلق بشر، فخلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة إنهم يسجدوا له تشريفا وتعظيما ليه، فسجدوا كلهم إلا إبليس، رفض إنه يسجد لآدم وتكبر على أمر ربنا، فسألوا الله عز وجل وهو أعلم: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فرد إبليس في غرور وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرد الله عز وجل من رحمته وقال له: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومن هنا زاد كره إبليس لآدم وذريته، وبدأ معركته بينه وبين بني البشر. وهنا بتكون خلصت حكايتنا. قولولي لو سمعتوا الحكاية دي قبل كده،
ويا ترى مصدقينها ولا لأ؟ أنا هند التركي ودي قناة حكاوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي.